في يوم هادي وممطر في شهر 12 زي الأيام اللي احنا فيها دي، طلبت من مؤمن صاحبي ينزل يقابلنا على القهوة ونتكلم مع بعض شوية بما إننا بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. بعد ما وصلت على القهوة وقعدت لقيت مؤمن داخل عليا وهو عمال يتلفت حوالين نفسه. كان لابس هودي ومغطي دماغه، تحت عينه اسود وجسمه كان بيترعش، بس جسمه ما كانش بيترعش من البرد، ده كان بيترعش من الخوف. اول ما وصل عندي قلتله: مالك يا مؤمن، مش على بعضك ليه كده؟ هو في حد بيجري وراك؟ ما فيش يا مصطفى، ما فيش، بس انا مش هقدر اقعد، انا هروح. انت جيت في ايه وهتمشي في ايه يا ابني، مالك؟ بصلي اخيرا وبعدين لقيته بيمسح وشه بايده وبيقولي: تعبان يا مصطفى، مش عارف انام بقالي كام يوم بسبب مين يا مؤمن؟ ما توضح كلامك. معلش يا مصطفى، مش هقدر احكي لك، انا ماشي. قالها مؤمن هو بيلف جسمه ويمشي من قدامي. مسكت ايده وقلتله: انت مش هتمشي من هنا غير لما اعرف مالك، وهي مين دي اللي مش بتعرف تنام بسببها؟ انت اتعرفت على واحدة جديدة؟ واحدة ايه بس؟ انت مش هتفهمني. بعد ما طاقتي خلصت من المحاولات معاه قلتله بصوت عالي وخليت المكان كله يسمعنا: طيب ممكن تفهمني؟ كل الناس اللي كانت على القهوة بصت علينا. شديت مؤمن من هدومه وقعدته على الترابيزة بالعافية وقلتله: احكي يا ابني، مالك، في ايه؟ فضل يعمل نفس الحركات اللي بيعملها ويتلفت حوالين نفسه، وبعدين بصلي وقال لي: من ساعة ما العروسة دي توفت وانا في حالة مش كويسة يا مصطفى. بصحى بالليل على صوتها وبشوفها في المنام، بشوفها متعلقة في سقف الأوضة عندي وبتبص عليا. قطعت كلام مؤمن وقلتله: هي مين العروسة دي؟ بصلي باستغراب وقال لي: انت ما سمعتش عنها يا مصطفى؟ العروسة اللي اتقتلت ليلة فرحها في شقتها. رديت عليه وانا فعلا مش عارف حاجة وقلتله: انا اول مرة اسمع منك الكلام ده. طيب دي واحدة وجوزها قتلها ليلة فرحها، انت مالك بالموضوع؟ مش جوزها اللي قتلها يا مصطفى، انت متعرفش حاجة. طيب ممكن تعرفني بدل ما انت عمال تنقطني بالكلام؟ قرب مني مؤمن اكتر وقال لي بصوت واطي: من كام شهر فاتوا كانت ليلة فرح نرمين على حسن. الناس كلها كانت مبسوطة والزغاريط في البيوت والفرحة كانت منتشرة في كل مكان، إلا عند نرمين اللي كان قلبها مقبوض ووشها مكشر وحزينة، ومستحيل كان أي حد يشوفها ويقول إن ده فرحها. الناس كانت فرحانة وبتطبل وبترقص، ومحدش كان واخد باله منها خالص. محدش كان عارف نرمين مالها ولا حتى فكر يسألها. بس اللي كانت واخدة بالها منها هي حنان. حنان بنت عمها اللي قالت إن نرمين كانت مخبية حاجة علينا، بس رافضة تقول هي مخبية ايه. عدت الليلة بسلام والعرسان دول روحوا على بيوتهم، وبعد ساعة بالظبط سمعنا صريخ عالي أوي جاي من شقة العرسان دول. يومها شفنا العريس حسن، شفناه خارج بالبدلة اللي حضر بيها الفرح. كان خارج من الشقة وإيده كلها متغرقة دم، والقميص الأبيض اللي كان مكوي بيرقص بيه في الفرح كان كله غرقان دم. ولما خرج علينا كانت على لسانه كلمة واحدة بس، كان بيقول: مش أنا اللي قتلتها. استغربنا ساعتها جدا من كلامه وطلبنا من الستات تدخل تشوف في ايه في الشقة وتشوف العروسة وتطمن عليها، لأنه ما يصحش احنا كرجالة ندخل. طوعت الست تفيدة ودخلت شقة العروسة، ولما دخلت غرفة النوم شافت جثتها على السرير. شافت نرمين وهي مرمية على السرير بالفستان الأبيض وجسمها كله متغرق دم زي حسن. أول ما عرفنا كده اتصلنا بالشرطة وكلمنا قرايب العرسان عشان يجوا، وفي ثواني قليلة الشقة الفاضية اللي كانت مترتبة على أجمل وجه بقت مسحومة برجالة الشرطة والطب الشرعي. ليلتها قبضوا على حسن لحد ما يعرفوا ايه السبب وايه اللي حصل، وأقوال حسن ما كانتش موضحة أي حاجة خالص. كل اللي قاله إنه ساب نرمين تدخل الغرفة لوحدها زي ما طلبت، وفضل هو قاعد في الصالة بالبدلة. وبعد 10 دقايق من انتظاره ليها لاحظ إن أنوار الشقة عمالة تطفي وتشتغل لوحدها،
وفي نفس اللحظة سمع حسن نرمين بتصرخ، ولما جرى عليها وفتح الباب شاف اللي عمره ما شافه. قطعت مؤمن في نص كلامه وقلت له شاف ايه؟ كمل بعديها مؤمن وقال لي للأسف في التحقيقات ما كانش بيقدر يكمل كلامه ويقول اللي شافه، وكان بيجيله حالة صرع وبيغمى عليه. الضابط اللي كان بيحقق معاه تعب منه وسابه، وقال انه هيعرف اللي حصل من الطب الشرعي. وبعد فترة لما خرج تقرير الطب الشرعي عن جثة نرمين، قالوا ان كمية الدم اللي موجودة على العروسة مش آثار ذبح ولا حاجة، لان الكمية اللي خرجت دي من بقها، وبرضه محدش كان عارف السبب. بس كل اللي وصله الطب الشرعي ان نرمين كانت بتعمل حاجة، لانهم شافوا على الحيطة كلمات وحروف غريبة، وشافوا كمان في زوايا الغرفة كان في حجاب، والحجاب ده كان فيه صورة العريس حسن. القضية كلها خلصت ضد مجهول. حسن خرج من القضية بس ما بقاش حسن زي الأول، بقى فاقد عقله وفاقد الذاكرة، وكل اللي فاكره هي ليلة الحادثة وبس. من بعد اللي حصل ده شقة العروسة نرمين بقت ملعونة، محدش بيقدر يدخلها ويقعد فيها ثواني. عيلة حسن قفلوا الشقة وهم مش عارفين ايه السبب. جابوا شيوخ وعملوا اللي متعملش، بس فضلت زي ما هي، الشقة مش طبيعية وفيها حاجة غلط. بعد ما خلص مؤمن كلامه قلتله طيب وانت مالك يا ابني بكل ده؟ ماليش ازاي بس يا مصطفى؟ الشقة دي تبقى فوقيا على طول، والأوضة اللي اتقتلت فيها نرمين تبقى أوضتي أنا اللي تحتيها، وبشوف كل يوم كوابيس فيها للعروسة، ومعرفش ليه بتظهر لي. بسمع أصوات بالليل في الغرفة عندي، أصوات بتطلب مني أدخل الشقة دي، بس بحاول أبعدها عني ومش بعرف. طيب وانت ساكت على نفسك ليه يا ماما؟ شفت الشيخ ليه يجي الأوضة عندك ويقرا فيها قرآن؟ قلت الجملة دي وكأني ضربت مؤمن بالقلم على وشه. قام من مكانه بسرعة وجسمه كان بيترعش جري من قدامي وفي لمح البصر اختفى. معرفش كان المفروض اعمل ايه، اجري وراه عشان اعرف السبب ولا اسيبه. بس بصراحة يا عزيزي المرعب انا سبته، قلت اكيد تعبان وكلها يومين ويرجع تاني ويروق. روحت بيتي ودخلت اوضتي وانا دماغي كلها مشغولة بحكاية شقة نرمين. ما كنتش فاهم ازاي انا مسمعتش عنها قبل كده. جبت موبايلي وبدأت ادور عنها، بس قبل ما اعمل اي حاجة لقيت الموبايل بتاعي بيرن. كان رقم غريب ومن عادتي مش بحب ارد على ارقام غريبة، بس المرة دي رديت. سمعت صوت راجل في سن والدي بيقول لي هو ده رقم مصطفى؟ ايوه مين معايا؟ انا والد مؤمن يا مصطفى. اهلا يا عم عبد الله، عامل ايه؟ الحمد لله يا ابني. اتفضل، في حاجة ولا ايه؟ كنت عايز اطمن على مؤمن، بس قال لي انه نازل يقعد معاك ومرجعش لحد دلوقتي وموبايله سايبه هنا. ما كنتش عارف ارد اقول ايه لعم عبد الله. لساني علق عن الكلام وكل اللي جه في بالي مؤمن وهو بيجري من قدامي. فجأة سمعت عم عبد الله بيقول لي انت معايا يا ابني؟ ايوه يا عم عبد الله، مؤمن معايا وقاعدين في البيت، بس هو نزل يجيب حاجة وجاي. معرفش ليه قلت الكلام ده لعم عبد الله، معرفش ليه كدبت عليه ان ابنه معايا، والمفروض انه روح من شوية. بس انا ما حبيتش اقلقه على ابنه الوحيد، ولقيته قال لي طيب لما يرجع يا ريت تقول له ما يتاخرش، انا هسيب الباب موارب لانه المفتاح مش معاه. ماشي يا عم عبد الله، هبلغه. فقلت معاه وانا في حيرة مش عارف مؤمن ممكن يكون راح فين. نزلت على القهوة تاني وسألت صاحب القهوة على الشاب اللي كان قاعد معايا، هل شافه وجه بعد ما انا مشيت او لا، لكن هو قال لي ما شافوش. فضلت قاعد شوية يمكن يجي، بس ده محصلش. قبل ما أقوم من مكاني رن موبايلي تاني بنفس الرقم الغريب، كان هو نفس رقم عم عبد الله والد مؤمن. كنتش عارف أكدب عليه ازاي المرة دي، ولا عارف هقوله ايه عن مؤمن. فتحت الموبايل وانا لساني مش قادر يتكلم، بس انا ملحقتش اقول حرف، وسمعت صوت بيقولي انا في شقتها يا مصطفى الحقني. من بعد الجملة دي الخط قطع. حاولت اتواصل مع الشخص ده تاني بس معرفتش.
ده صوت مؤمن، معقول يكون دخل الشقة؟ ربطت كلام أبوه عن عدم عودته للبيت وبدأت أفكر في اللي سمعته من شوية. باين كده مؤمن داخل الشقة فعلا. في نفس اللحظة اتحركت على العمارة اللي ساكن فيها مؤمن. أطراف إيدي ما كنتش حاسس بيها من كتر الخوف، ورعشة جسمي بقت زيادة عن اللزوم، بقت بتزيد بسبب سيرة الشقة اللي دخلها مؤمن. مكنتش عارف أقول لأبوه ولا لأ، وكنت خايف يعرف يتخض عليه أكتر وما يستحملش خبر زي ده وممكن يطب يقع ساكت. وصلت قدام الشقة بتاعت مؤمن وقررت أطلع الشقة اللي فوقيه على طول، الشقة بتاعت العروسة زي ما وصفلي بالظبط. كنت متوقع ألاقيها مقفولة، بس الغريب إن الباب كان موارب. قربت منه وأنا متردد أدخل، زقيت الباب بإيدي وبدأت أدخل واحدة واحدة. بدأت أدخل جوه الشقة وأنا بنده على مؤمن. الشقة كانت فاضية وريحتها تكتم النفس. أول ما دخلت جوه الشقة ورجلي اتخطت كام خطوة سمعت الباب اتقفل. قلعت ريقي وأنا خايف، مش شايف حاجة لأن المكان كان عتمة، وأنا جسمي بدأ يترعش لوحده من الخوف. طلعت موبايلي من جيبي بالعافية وأنا بنده على مؤمن لتاني مرة. مؤمن، مؤمن انت فين؟ شغلت كشاف الموبايل وبدأت أوجهه في المكان كله. المكان اللي أنا كنت واقف فيه كان فاضي ومفهوش غير كنبة قديمة ومتقطعة وكراسي كلها تراب. كملت توجيه الكشاف على الحيطان اللي كانت كلها متقشرة وواقعة، كان كلها عليها تراب كتير. النور ما كانش ثابت بسبب رعشة ايدي. رجعت تاني بالكشاف على الكنبة عشان أكمل تدوير في باقي الشقة، بس في اللحظة دي شفت حد قاعد على الكنبة. شفته شفته ووقع الموبايل من ايدي بسبب الخوف. بسبب اللي شفته ده رجعت بظهري على الباب بسرعة وانا بحاول افتح، بس ما كانش بيفتح. بدأت اخد نفسي بسرعة وانا بحاول اهرب وبقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاولت انظم نفسي وحاولت اسيطر على الخوف اللي بيجري في كل جسمي، بس انا مش قادر من بسبب الخيال اللي شفته قاعد على الكنبة. قربت من الموبايل واحدة واحدة حاولت اجيبه وانا بصدره بسرعة على الكنبة اللي كان عليها الشخص ده، بس انا لقيتها فاضية. حمدت ربنا وتملكت اعصابي وحاولت اشوف الغرف الباقية يمكن الاقي فيها مؤمن. بس قبل ما اتحرك من مكاني شفت مؤمن. شفته كان بيتحرك ناحية الغرفة المقفولة، مسك الأكرة وفتح الباب وسابه مفتوح. وأول ما شفته ندهت عليه بس مسمعنيش. جريت على الغرفة اللي دخلها بلهفة سريعة عشان ألحقه. دخلت الغرفة وأنا موجه الكشاف في المكان كله وبدور عليه، بس أنا ملقتش غير سرير مكسر وقديم وحيطان عليه حروف كتير أوي بالعربي، حروف ومربعات مكتوبة باللون الأحمر. في نفس اللحظة شفت ايد خارجة من تحت من مرتبة السرير. مش عارف دي ايه، بس شكلها يرعب. في نفس اللحظة دي افتكرتها تبع مؤمن، او افتكرت مؤمن هو اللي تحت السرير. جريت عليه عشان الحقه، اكيد هو. بس اول ما قربت من الايد دي ومسكتها لقيت لونها غريب. قربت منها الكشاف اكتر، لقيت الجلد نفسه دبلان، جلد دبلان ولونه رمادي، كأنها دي أكنها ايد حد ميت. حاولت اشيل المرتبة بسرعة وانا كل اللي في دماغي ان ده مؤمن، بس ده طلع مش هو. دي طلعت ايد واحدة ست، واحدة جلد وشها كله مقشر وشعرها اسود وطويل، وكانت لابسة فستان ابيض وعليه دم. كل ده ما كانش حاجة قصاد اللي هي عملته، لان الايد دي مسكت ايدي. في نفس اللحظة دي سمعت صوت عند الباب،
ولما بصيت ناحيته شفت مؤمن. شفته واقف عند الباب وبيبصلي وبيقولي آسف يا مصطفى، ملقتش حد غيرك أضحي بيه. قال هو بيقفل الباب بسرعة. حاولت أجري عليه بس معرفتش بسبب الإيد اللي فضلت ماسكة إيدي. كانت العروسة، كانت بتطلع من تحت المرتبة، كانت بتطلع واحدة واحدة وأنا مش عارف أتحرك. فضلت أشد إيدي وأنا بصرخ يمكن حد يسمعني، بس مفيش فايدة. فلت منها بالعافية وجريت ناحية باب الغرفة. فضلت أفتح في الأكرة بس مش عايزة تفتح. حاولت كذا مرة بس مفيش فايدة. فضلت أخبط بكل قوتي على الباب، وفي نفس اللحظة دي كانت بتقرب مني. خرجت بكل جسمها من تحت السرير. كان شكلها يرعب، بشعة لأبعد الحدود. فستانها عليه دم وشكل جلدها يخوف. كانت مبتسمة وأنا ميت من الرعب. فضلت أخبط وأصرخ، أحاول أعمل أي حاجة يمكن حد يلحقني، بس مفيش فايدة. جريت من قدام الباب قبل ما تقربلي واتجهت في أي زاوية من الغرفة. قعدت فيها وطفيت كشاف الموبايل على أمل محدش يقرب مني أو محدش يشوفني. بدأت الغرفة تهدى، مبقتش سامع فيها غير صوت نفسي اللي عالي. بعد دقيقة بدأت أحس بشيء بيلمس جسمي، شعور صعب أوصفه بس أنا مبقتش على بعضي. فجأة أنوار الغرفة بدأت تشتغل وتطفي، كانت بترعش جامد، ومع الرعشة دي بدأت تظهر ناس كتير في الغرفة. معرفش الناس دي جت منين، بس شفتهم فجأة متجمعين حوالين السرير، لبسهم لبس طبيعي وشكلهم زي بالظبط، بس هما كانوا عكس الست اللي طلعت من تحت السرير، اللي اختفت فجأة ومبقتش موجودة في الغرفة. بعد ثواني لقيت الناس دي بتزيد بيزيدوا حوالين السرير وكأنهم مش شايفيني. في نفس اللحظة دي دخل آخر واحد فيهم، دخل من الباب وقفل وراه، ومعاها الغرفة ضلمت تاني. كل ده كان بيحصل وأنا قاعد مكاني، جسمي متخشب، مش قادر أتحرك ولا أعمل أي حاجة، مش مستوعب أي شيء بيحصل، ومش عارف ليه بيحصل في الشقة الغريبة دي. بعد ما العتمة رجعت تاني لقيت الناس دي بدأت تسحبني من الزاوية، وبدأت أسمع أصوات طبل، بدأت أسمع همس في وداني لأشخاص كتير. الناس دي كانت عايزة تدخلني تحت السرير مع الست البشعة دي. معرفش السبب ليه وليه بيعملوا فيا كده، بس أنا كنت خايف ومش عارف ايه اللي بيحصل. فضلوا يسحبوا فيا وأنا كنت بقاوم، بس هم كانوا أقوى مني بكتير. حاولت أجري منهم على باب الغرفة وأخرج بس معرفتش، كانت أصواتهم وحشة أوي. كنت بحاول أسد ودني وأحاول مسمعش حاجة وأغمض عيني عشان مشوفش اللي بيحصل فيا، بس ملمسهم ليا كان بيتعبني أكتر. كنت عارف إن هموت في الشقة دي، وسلمت أمري لله وأنا بتشاهد ومغمض عيني ومعرفش بيعملوا معايا كده ليه. بعد ما خدوني لحد السرير بدأت الست صاحبة الإيد التبلانة دي تشدني لحد تحت. كانت بتسحبني واحدة واحدة وأنا روحي بتتسحب. فجأة لقيت الهمس اختفى، أصواتهم الكتير ما بقتش موجودة وسامع صوت واحد بس، كان صوت أذان الفجر. لما فتحت عيني في اللحظة دي وشغلت كشاف الموبايل لقيت الغرفة فاضية. ما استوعبتش اللي حصل وما فهمتش حصل كده ازاي، بس كل اللي عملته قمت من مكاني وجريت على باب الغرفة، الباب اللي فتح أول ما مسكته، وخرجت على الصالة. لما خرجت برا لقيت مؤمن وأبوه كان قاعد معاه. مؤمن كان مرمي على الأرض وأبوه ماسكه. عم عبدالله لما شافني اتصدم، كأني ما كانش المفروض أخرج، كأن اللي كانوا ناويين عليه محصلش. حاول عم عبدالله يقوم من مكانه ويلحقني قبل ما اخرج من الشقة، بس انا لحقت نفسي وجريت على الباب. خرجت من شقة العروسة وانا شبه ميت، لان اللي حصل جوه ده مش طبيعي، واللي انا شفته مهما احكيه لحد مش هيصدقني.
بس أنا قلت يمكن ألاقي حد يصدقني. اكتشفت بعد ما خرجت من شقة العروسة إن مؤمن تعبان بسبب إنه كان نايم في غرفتها يوم فرح العروسة. وعرفت برضو إن نرمين كان معمول لها عمل عشان توافق على حسن جوزها. ويوم الفرح كل شيء باظ. كل شيء باظ بسبب مؤمن اللي كان مفروض ما كانش يبقى موجود يومها في غرفته. واللي حصل عكس المتوقع وعكس اللي كان بيتمناه حسن. العمل بتاعه باظ يوم دخلته، وعروسته ماتت، وهو عقله طار، ومؤمن اتصاب بهلاوس. وعم عبد الله عشان يخرج ابنه من اللي هو فيه ده جابني طعم ليهم وللي مستولين على الشقة. كل ده معرفتوش بسهولة. كل ده عرفته بعد شهور من عم عبد الله اللي جه واعتذر لي، وفضل يعيط على حال ابنه. فضل يعيط على حال ابنه وانه بيحاول يرجعه لعقله تاني. ابنه اللي بقى يواجه خيالات واصوات مش موجودين. بس كان الحل بقى ان مؤمن يبعد عن البيت ده خالص. ولما بعد عنه بدأ يرجع تدريجيا لعقله، وبدأ يعيش حياته من تاني. بس اللي ما رجعتش على طبيعتها تاني هي شقة العروسة. فضلت الشقة زي ما هي، وفضلت غرفة النوم فيها شيء مش مفهوم، فيها بلاوي، والمتسبب فيها حسن اللي كان بيحاول يخلي نرمين تحبه وحاول يتجوزها بالعافية. بس كل ده سبب أذى للي حواليه، سبب أذى لنفسه شخصيا. حاول ياخد شيء مش بتاعه، حاول ياخد حاجة مش مكتوباله، وبسبب اللي عمله ده كله وقع على دماغه.